هنعمل مع بعض أسهل وأسرع أكلة طعمها في منتهى الجمال. أكيد الكل بيحبها، هي المكرونة المبكبكة الليبية. طعمها حلو جدا جدا، بتتعمل مع اللحمة أو مع الفراخ، المتاح والموجود عندك اعملي بإيه. نبدأ بسم الله ونسلم نسلم ونبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. في حلة على النار هننزل بمعلقتين زبدة أو زيت أو سمنة، وننزل بقطعية اللحمة بتاعتنا. هتقطعيها تقطيع صغير أو كبير زي ما انت بتفضلي وتحبي. بصلتين كبار كده نجهزوهم متقطعين تقطيع صغير، تقدري تبدلي اللحمة بالفراخ. حطيت قرنين فلفل حار، 7 بهارات وفلفل أسمر لورا وحبهان ناعمين، وننزل بالبصلتين ونقلب بقى البصل مع اللحمة مع الفلفل مع التوابل كويس. طبعا الريحة في الوقت ده بتبقى تحفة. وطبعا اللحمة ما تكونش القطعية بتاعتها سمينة، يعني ما يكونش فيها دهن كتير. تقدروا تستبدلوا اللحمه بالفراخ. لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش تعملوا اللايك، تعليق جميل منكم عشان بيفرق معايا كتير، ومشاركه للفيديو، ومتابعه لاجمل اخوات في الدنيا. طبعا في الوقت ده بكون مجهزه عصير الطماطم، وكميه عصير الطماطم هتبقى كيلو لكل نص كيلو مكرونه عشان يطلع معاكي الطعم مظبوط باذن الله. نزلنا كده بعصير الطماطم، هننزل بمعلقتين صلصه. وتقدروا تدعموا لون الصلصه بنص معلقه لمعلقه بابريكا، طعمها بيبقى في منتهى الجمال. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، ونخلي اللحمه تستوي مع العصير الطماطم. تمام. هنكون محضرين معلقه توم ومعلقه فلفل احمر، نحطهم كده بقى على الصلصه الجميله، يبقى طعمها حلو جدا جدا. وهنسيبها تتسبك كويس، ونشوف اللحمه بتاعتنا لو استوت يبقى تمام. هننزل بالمكرونه لو اللحمه ما استوتش، عشان خاطر المكرونه مش هتاخد سوا. هنبتدي ننزل بميه مغليه واحده واحده كده على الصلصه لحد ما اللحمه تستوي معانا كويس جدا. هنظبط الملح بتاعنا. خلاص، هي هنا اللحمه كانت استوت تمام. بعد ما اللحمه استوت وظبطنا الملح، ننزل بميه مغليه كده بالشكل ده عشان خاطر نحط المكرونه تستوي مع اللحمه والصلصه الجميله دي. تمام. لو انتوا عايزين تعملوها سخنه، يعني بتشيلوا كميه على جنب كده، عشان هي بتتاكل لازم سخنه نازله من على النار. تمام، ما ينفعش اعملها واركنها. تمام. يعني لازم ناخد كده كميه من الصلصه والصوص ده ونعملها للضيف او لاي حد مباشره اول ما يجي او اول ما هياكل، عشان تبقى معاكي بالمنظر الجميل دوت والصوص الروعه. بألف هنا وشفا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، جربوها. استودعكم الله الذي لا يتجاوز ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.